بتبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع بيكي وهي مع جوزها دان وهم بيتسلقوا الجبال وبيكونوا على ارتفاع عالي جدا ومكملين طلوع أكتر لحد ما يوصلوا لقمته. وبيبقى دان محترف جدا في التسلق ومتحمس إنه يوصل للقمة، عكس بيكي اللي بتكون رجلها هتفلت وهتقع لكن بتحاول تتماسك وبتفضل واقفة خايفة. وبيفضل دان يشجعها وبتبقى صاحبتهم هنتر بتشاركهم التسلق لحد ما دان بيوصل لمكان في الجبل بيكون فيه طائر وبيخرج فجأة في وشه وبيختل توازنه وبيقع من على الجبل وبيفضل متثبت بحبل ومش قادر انه يوصل لطرف الجبل عشان يمسك فيه تاني، وبيحاول انه يتمرجح بالحبل عشان يوصل لطرف الجبل قبل ما الحبل يتقطع، لكن بيكون الوقت مش في صالحه وبيتخلع الحبل من المكان اللي موجود فيه وبيقع دان وبيموت قدام عيون مراته بيكي وصاحبتهم هنتر. وبعد مرور 51 اسبوع على وفاة دان بتكون بيكي حالتها متدمرة تماما ومش قادرة تعيش من غير جوزها، وبيحاول جيمس والدها يتصل بيها لكنها بتكون منعزلة عن العالم ورافضة تكلم اي حد، واغلبية وقتها بتقضيه في الحانة وبتفضل تتصل برقم دان عشان تسمع صوته في الرسالة المسجلة وبتقوله انها مفتقداه جدا. ولما بتخرج من الحانة بتلاقي ابوها مستنيها وبيقول لها انها لازم تفوق لنفسها وتعيش حياتها وان دان ما كانش الزوج المثالي عشان تحزن عليه كل المدة دي. فبتقوله دي اسوأ طريقة الاب بيواسي بنته بيها وبيفهمها انه بيحاول يفوقها من اللي هي فيه، فبتسيبه وبتمشي من غير ما ترد عليه. ولما بتوصل البيت بتتصل تاني بدان عشان تسمع صوته وبتلاقي ان الرقم انفصل عن الخدمة، بتنهار اكتر وبتقرر انها تنتحر. وقبل ما تاخد كل الحبوب اللي قدامها بتلاقي هنتر صاحبتها بتتصل بيها فبتتراجع عن قرار الانتحار وبترد عليها، وبيتقابلوا هما الاتنين تاني يوم وبتقول لها ان والدها اتصل بيها من فترة وقال لها على حالة بيكي المتدمرة وهي جايه لها دلوقتي ومعاها عرض، وبتوريها صور لبرج تلفزيوني وبرج على بعد ساعات من مكانهم، وكانت ناوية تتسلقوا في نهاية الاسبوع لكن محبتش تعمل كده لوحدها وعايزة بيكي معاها. وبتقول لها ان ده هيبقى احياء لذكرى دان وكمان ممكن تاخد الرماد بتاع دان وترميه من فوق. وبعد تفكير كتير بتوافق بيكي انها تتسلق البرج مع هنتر وبيروحوا فورا عليه وبيكون معاهم معدات ورماد دان، وبيقفوا في مطعم قريب من البرج وبتكون بيكي عايزة تشحن موبايلها لانه هيفصل شحن، وبيسألوا الجرسونة عن مكان البرج لانه مش موجود على الخريطة، فبتقول لهم ان البرج مش محتاج خريطة عشان يتشاف وبتشاور لهم على مكان ضوء بعيد. وبتستغرب بيكي من البرج ان عليه ضوء مع انه مش شغال بقاله فترة، وبتفهمها هنتر ان الضوء اللي على قمته ده عشان الطيارات تاخد بالها منه، وان زمان البرج ده كان اطول برج في امريكا انما دلوقتي بقى مهجور وهيتهدم الشتاء اللي جاي، وبيقضوا اليوم في اقرب فندق عشان يبداوا التسلق وبيحضروا كل معداتهم. وبتبقى هنتر عندها قناة على اليوتيوب بتنشر عليها كل فيديوهاتها وبتسجل لنفسها فيديو وهي بتقول ان المغامرة اللي جاية هتبقى التسلق لاعلى برج تلفزيوني مع بيكي صاحبتها، وطول البرج اكتر من 2000 قدم او حوالي 610 متر، وبيوصلوا لحد البوابة بتاعته بتكون مقفولة بالقفل، فبيضطروا انهم يكملوا الطريق ماشي لحد ما يوصلوا للبرج. وبتصور هنتر البرج وبتقول انه رابع اطول برج في امريكا دلوقتي، وفي سلم بارتفاع 1800 قدم جوه القفص الحديد وقدامهم سلم خارجي طوله 200 قدم عشان يوصلوا للقمة. ولما بتشوف بيكي البرج قدامها بتخاف انها تطلعه وبتحاول تتراجع عن قرارها، لكن هنتر اللي بتشجعها وبتقول لها انها قوية وهتقدر تطلعه وهي معاه ومش هتسيبها. وبيبداوا طلوع البرج وبيبقى ظاهر ان البرج مصدي بسبب انه قديم جدا وقابل للانهيار، لكن دي حاجة هما مش بياخدوا بالهم منها. وتمسك بيكي درجة من السلم وبتتكسر في ايديها وبيبان في مسامير خاصة بالابراج مفكوكة ومصدية ومكسورة، وبيكملوا طلوع لحد ما بيوصلوا للاسلاك اللي مثبتة البرج، وده معناه انهم قطعوا نص المسافة ووصلوا لحوالي 1000 قدم وده نفس طول برج ايفل، وبيقفوا ويرتاحوا شوية وبعدها بيكملوا التسلق. وكل ما بيطلعوا اكتر كل ما الصدى بيزيد لحد ما بيخرجوا من القفص الحديدي وبيكونوا واقفين على منصة خارجية على البرج وفوقيهم 200 قدم بس لقمة البرج، وبيستمروا لكن المرة دي بيكون السلم من غير قفص حديدي ومش بيبقى هيكل البرج نفسه حواليهم. وبتكون هنتر متحمسة انها توصل للقمة عكس بيكي، وبيبقى في طبق هوائي متركب في نص السلم ولازم يطلعوا من خلاله عشان يكملوا للقمة. وبتحاول هنتر انها تهزر معاها فبتقول لها انه واضح على السلم انه مصدي وبتتحرك عليه جامد، وما بتاخدش بالها ان حركتها على السلم بتفك المسامير منه لدرجة انهم بيقعوا. وبيكي بتسمع خبطة المسامير في حديد البرج وبيوصلوا هما الاتنين اخيرا لاعلى نقطة على البرج
على ارتفاع حوالي 2000 قدم من على سطح الارض، وبتتعلق هنتر في المنصة اللي هم واقفين عليها وبتمسك فيها بايد واحدة، وبيكي بتصورها ولما بتطلع بتقنع بيكي انها تتعلق بايد واحدة زيها كده عشان تتغلب على خوفها زي ما كانت بتعمل زمان. وبيتصوروا وبعدها بتطلع بيكي رماد جوزها دان وبتعيط وهي بتتكلم عنه انه كان دايما بيساعدها وجنبها في اي وقت بتحتاجه فيه، ودلوقتي بقت لوحدها وبترمي الرماد بتاعه كوداع ليه. وتبدأ بيكي تنزل من على البرج، واول ما بتحط رجليها على السلم بيبدأ انه يتهز جامد وبيتخلع من مكانه وبتقع بيكي، وبتكون مأمنة نفسها بحبل مربوط في هنتر اللي لسه ما نزلتش من مكانها، وبتقدر هنتر تمسك في الحديدة اللي جنبها قبل ما تتسحب هي كمان ويقعوا هما الاتنين من على البرج. وبتحاول هنتر انها تمسك بيكي بكل قوتها عشان ما تفلتش منها ولا تقع منها، لحد ما بتقدر انها تطلعها من تاني على المنصة اللي قاعدين عليها، وبيفكروا هينزلوا ازاي، والسلم اتدمر تماما ومش بيلاقوا شبكة في الموبايلات لانهم في مكان عالي جدا. وبيكون في صندوق صغير موجود فيه منظار ومسدس اشارة فيه طلقة واحدة. وقبل ما بيكي تترعب اكتر بتحاول هنتر تطمنها وبتقول لها ان صوت خبط السلم في الارض اكيد كان عالي جدا، وبيشوفوا الشنطة بتاعتهم اللي فيها المية متعلقة تحتيهم على الهواء علشان كانت مع بيكي ساعة ما كانت هتقع، وبيفضلوا قاعدين على امل ان في حد جاي ينقذهم. وبتطلع بيكي الموبايل عشان تصور هنتر وهي بتقول انهم محبوسين على ارتفاع عالي على برج مفيش اي وسيلة للنزول منه. وبتسألها بيكي عن سبب حبها للتصوير وليه كل حاجة بتعملها بتنزلها على اليوتيوب، فبتجاوب هنتر وبتقول السبب هو دان، خلاها تحس ان الحياة قصيرة جدا ولازم تسجل كل حاجة فيها. وبيعدي 5 ساعات ومفيش اي حركة حوالين البرج، وبيكونوا مراقبين اي حاجة بالمنظار اللي معاهم. وبتمسك هنتر موبايلها تاني عشان تتأكد ان مفيش رسايل، وبتفتكر انها صورت صورة قبل ما تطلع على البرج ونشرتها على الانستجرام، وبتفكر انها تكتب بوست على الانستجرام وتنزل الموبايل بالحبل لحد اخره ممكن ساعتها يلقط شبكة. وبيربطوا الموبايل في الحبل وبتنزله هنتر لاقصى درجة لكن برضه من غير فايدة. وبتفكر بيكي انهم لو رموا الموبايل وكانوا حامينه كويس ووصل الارض من غير ما يتكسر ساعتها البوست هيتنشر. وبتحط الموبايل في الكوتشي بتاع هنتر وبتأمنه كويس وبيرموه من فوق البرج، وبيفضلوا مستنيين اي حركة تحت البرج. وبيشوفوا الراجل بيتكلم في التليفون ومعاه الكلب بتاعه، والكلب بيقف جنب الموبايل وبيكون مكسور من الرمية. وبيفضلوا يصرخوا ويزعقوا يمكن الراجل يسمعهم لكن بدون امل، وبيبقى مركز في مكالمته. وبيروح ناحية مركب مركونة بعيد وبيستنوا لحد ما الشمس تغيب، وساعتها هيضربوا الشعلة اللي معاهم عشان يشوفها الراجل وينقذهم. وبيفضلوا قاعدين مستنيين الشمس وبيشوفوا ان الراجل بدأ يمشي ولازم يضربوا الشعلة حالا. وبتحاول بيكي انها تضربها لكن المسدس بيعلق ومش بيرضى يضرب الشعلة، وبيكون الراجل خلاص هيركب عربيته ويمشي لحد ما الشعلة بتنور السما. ساعتها بتتشاف فعلا من الراجل وبيركب عربيته عشان يتحرك ناحيتهم. وبيوصل الراجل للبوابة اللي سابوا عربية هنتر عندها، وبيركن هو وزميله عربيتهم وبينزلوا يسرقوا عربية هنتر ويمشوا. وبتكون دي اخر شعلة معاهم ومن التعب بيروحوا في النوم. وبتكون هنتر على وشك الوقوع من على البرج لولا ان بيكي بتصحيها في اخر لحظة. وتاني يوم بتطلع الشمس عليهم، وبتكون بيكي استسلمت لفكرة ان مفيش حد ينقذهم من البرج. وبتفكر هنتر انها تحاول توصل للشنطة بتاعتهم اللي متعلقة على الهواء لان فيها المية ولازم ينزلوا بالحبل ومفيش حل غيره. وبتنزل بالراحة على اخر الحبل، وبيكون بينها وبين الشنطة مسافة قليلة لكن الحبل بيخلص، فبتضطر انها تخلع الحبل من الحزام وتنط على الهواء وبتاخد الشنطة وبتحاول انها تمسك الحبل من قدامها بس بيكون بعيد عنها. بس بتحاول تاني وبتنجح في الوصول للحبل، وبيكي بتساعدها وبتشد الحبل. وقبل ما توصل هنتر للقمة ايديها بتفلت وبتقع، وبيكي بتتصدم ومش بتكون قادرة تبص على هنتر لانها خايفة تكون وقعت وماتت زي دان. بس بتجمع قوتها وبتلاقيها انها قاعدة وبتقول لها انها كويسة لكن ايدها اتعورت ومش هتقدر تطلع لها ولازم هي اللي تسحبها. وبتبدأ بيكي انها تسحبها لحد ما بتطلعها، وبتكتب رسالة استغاثة وبتعلقها في الدرون وبتحاول توصلها للفندق اللي كانوا فيه عشان حد يساعدهم. بس بيعرفوا ان البطارية قربت تخلص فبيرجعوها تاني عشان يشحنوها. وبيفضلوا قاعدين لحد ما تاني ليل بيجي عليهم، وبتغمض بيكي عينيها غصب عنها من كتر التعب. ولما بتصحى بتلاقي ان هنتر مش جنبها واختفت، وبتدور عليها ومرعوبة بقى انها تكون وقعت لحد ما بتشوفها ميتة وراها والطيور بتاكل من جسمها. وساعتها بتقوم مفزوعة من النوم وبيكون كابوس، وبتبص لفوق الحديد بتلاقي لمبة التحذير بتنور وبتطفي. وبيجيلها فكرة انهم يستخدموا الكهرباء الخاصة باللمبة لشحن الدروين، وبيستنوا الشمس تطلع عشان يشوفوا كويس. وبتطلع بيكي ومعاها الدروين والشاحن بتاعها، وبتحط الشاحن مكان اللمبة عشان توصل بيه الكهرباء. وبيكون سن الشاحن قصير، وبتستخدم الدبلة بتاعت دان
كتوصيله للكهرباء، وبتنجح في تشغيل الشاحن، وبتفضل بيكي متعلقه في الحديده لحد ما بتلاقي نسر كبير بيهاجمها بسبب ريحه الدم اللي في رجليها، وبتقع منها الشنطه بتاعتها. وما بتحاولش هنتر انها تمسكها حتى، وبتحاول تقوم على قد ما تقدر لحد ما الطياره تتشحن، وبتنزل وبترتاح شويه، وبتسال هنتر هي ليه ما حاولتش تمسك الشنطه، وبتتهرب هنتر من الاجابه. وبيكي بتشغل الدرون وبتطيره ناحيه الفندق، وقبل ما توصل الطياره للفندق بتظهر عربيه نقل وبتخبط الدرون، وبيترمي في نص الطريق من غير ما حد يهتم انه يشوفه حتى. وبتبقى بيكي فقدت الامل خلاص ان هيتم انقاذهم، وبتفضل هنتر هاديه بطريقه غير عاديه، وبتفكر بيكي انها ترمي الموبايل بتاعها زي ما عملت في موبايل هنتر، وبتحطه في الكوتشي يمكن ما يتكسرش. وبتطلب بيكي من صاحبتها انها تديها فردة الكوتشي اللي لابساه، لكن هنتر بتقول لها انها مش هتقدر تديها حاجه لان فردة الكوتشي مش موجوده، ولا هي كمان موجوده لانها ميته تحت، وحاليا هي عباره عن جزء من خيالها بس، وان جسمها الحقيقي وقع تحت على الهوا لانها ما قدرتش تمسك الشنطه لما فلتت من الحبل، ووقعت على الهوا وماتت، وانها بقت لوحدها خلاص. وبتتصدم بيكي وبتفضل تعيط لحد ما تهدى شويه، وبتسجل فيديو لنفسها وهي بتتاسف لوالدها جيمس على اللي عملته معاه، وانها بتتمنى لو تشوفه. وبتفضل قاعده على البرج من غير ما تتحرك لحد ما نسر بيقف جنبها عشان ريحه الدم اللي في رجليها، وبتمسكه بيكي وتفضل تضرب راسه في الحديد لحد ما بتموته. وبتبقى عارفه انها لازم تاكل اي حاجه والا هتموت، فبتاكل لحمه ني عشان تستمد قوتها. وبتقرر انها تنزل لجثه هنتر، وبتبعت رساله للشرطه، وبتدخل موبايلها جوه فرده الكوتشي، وبعدها بتدخله كله جوه جسم هنتر بعد ما النسور كلت جزء منه. وبترمي هنتر من فوق البرج عشان تنزل على الارض وموبايلها ما يتكسرش، وبكده الرساله هتوصل. وبتفضل قاعده على البرج مستنيه النجده او الموت. وبيجي والدها اخيرا على مكان البرج، وبتكون الشرطه موجوده هناك، وطياره الشرطه على استعداد لانقاذها. ولما بيوصل جيمس المكان بيلاقي ان في جثه قدامه، وبيفتكر انها بنته، بس بنته بتناديله وبيعرف انها عايشه، وبتقول له انها بتحبه، وبتتاسف له على كل اللي عملته معاه. وبكده يكون انتهى فيلمنا، واشوفكم في فيلم جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. سلام.